جاي احكي لكم النهارده عن شركة خسرت 6 مليون دولار وقفلت اكتر من 7100 فرع في نفس اللحظة. القصة دي مش قصة براند، القصة دي عن ليه قرارات بتنقذ براند وقرارات تانية بتدمره. سنة 2008 الاقتصاد العالمي كان بينهار، وستاربكس زيها زي أي شركة تانية كانت بتواجه أزمة حقيقية. المبيعات قلت وثقة المستثمرين اتهزت، وبطبيعة الحال بقوا مستنيين أي قرار يقلل الخسائر دي. ومع رجوع هوارد شولتز لمنصبه كسي اي او قرر يعمل حاجة محدش كان متخيلها. يوم 26 فبراير في 2008 هوارد قفل أكتر من 7100 فرع لستاربكس في أمريكا، وكلهم في نفس الدقيقة. المحللين الاقتصاديين في وول ستريت وقتها اتصدموا، والهجوم الإعلامي بدأ فورا، واتهموا شولتز بأنه بيحاول يخرب الشركة. كل الشركات وقتها كانت بتحاول تحافظ على الإيرادات، إلا هاورد كان بيصلح الوعد اليومي اللي ستاربكس كان بتبيعه. في خلال ال3 ساعات اللي هاورد قرر يقفل فيها الفروع اتحولت لخلية نحل. الباريستا اتعلموا إن لو رغوة اللبن مش مظبوطة أو الإسبريسو نزل غلط فورا يترمي في الحوض ويتعمل غيره للزبون. شالوا ماكينات الإسبريسو الطويلة وحطوا مكانها ماكينات قصيرة عشان الموظف يقدر يبص في عين الزبون وهو بيقدم له القهوة. حتى سندوتشات الجبنة السايحة ما سلمتش عشان ريحة الجبنة ما تغطيش على ريحة البن. وفي 2010 الحركة اللي سماها البعض حركة انتحارية جابت مفعولها. صافي أرباح ستاربكس نط من 315 مليون دولار ل 945 مليون دولار، وسهم الشركة في البورصة زاد حوالي 140%. أول مرة سمعت القصة دي كنت فاكرها عن أهمية الاستثمار في تدريب العمال، لكن لما دورت أكتر لقيت إن ال3 ساعات دول ما كانوش كورس في عمال القهوة، دول كانوا براند ريفرش عشان يفكروا الموظفين بأصل حكايته، وإن سبب دخول الزبون لستاربكس في المقام الأول ما كانش إنه يشتري قهوة، لكن إنه كان بيدور على مكان بيحس فيه إنه في بيته. ودي كانت إعادة تعريف لأولويات البراند بالكامل في 3 ساعات. اللي أنقذ الشركة ما كانش قرار هاورد بقفل الفروع، لكن كان قراره في إنه يخسر ملايين الدولارات في مقابل إنه يفكر الموظف بوعد ستاربكس الأهم: مشروبك لازم يكون مثالي في كل مرة، ولو ما عجبكش هنعيدهولك فورا. براندك المفضل للقهوة مستعد يعمل كده؟